استاذ ضياء طرح موضوع خطير، وحضرتك اتكلمت في الموضوع برضه بشكل خطير، واحنا الحقيقه ما اتفقناش لا على اللي قلته حضرتك ولا على اللي قاله الاستاذ ضياء الاستاذ ضياء رشوان. الحديث حوالين ان احنا نتخطف في اتجاه محدد هو بس التفسير الضيق لفكره التعديلات الدستوريه من اجل ان نعدل دستور 2012. دي فكره مش صحيحه بالمطلق، لكن احنا ممكن نتناولها في جلسه خاصه علشان نحسم الاتجاه احنا ماشيين فين. لا يمكن لاي منصف ان يتحدث عن جمله تقول اعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستوريه انه ده مقصود به فقط ان انا اعدل دستور 2012، لانه ده معناه انه احنا بننحني بنسير في اتجاه خاطئ يتعارض مع المزاج العام للشارع المصري والرؤيه الثوريه اللي قامت في 30 يونيو استكمالا ل 25 يناير التي رفضت هذا الدستور بكل ما يحمله، دستور 12 بكل ما يحمله من اختطاف ومن طائفيه ومن اغتصاب ومن تعطيل للسلطه القضائيه وايقاف للاحكام القضائيه واقصاء للقوى الوطنيه. لا يمكن بعد ذلك ان ناتي على منتج لنحاول ان نطفي او نغسل هذا الدستور بتعديلات محدوده. هذا الذي قيل الان لم نتفق عليه، وعلينا الان اذا اراد كل عضو ان يحدد في اي اتجاه هو معه. انا شخصيا انا سامح عاشور العضو في لجنه الدستور مع اعداد دستور جديد يتفق مع ثوره 30 يونيو و25 يناير، ياتي بروح بلا اقصاء وبلا حزبيه وبلا طائفيه وبلا انقسام، من اجل ان احنا نقدم للناس منتج. اذا كنتم هتقدموا شيء غير ذلك قولوا لنا لكي نعرف مصيرنا في مستقبل هذه اللجنه. انما الكلام النصف نصف والوصول الى حلول مجتزأة هذا قلناه في مواجهه رئيس الجمهوريه في اول اجتماع معه. انا كلمه تعديلات تنصرف الى جميع مواد الدستور القديم، والتعديلات الدستوريه تأتي على كل ما قدم من اللجنة العشرة، وتأتي أيضا على كل التعديلات الدستورية أو المشروعات الدستورية السابقة بما فيها 71 وبما فيها دستور 23 وبما فيها دستور 54. وبالتالي أنا غير موافق على فكرة إنه لا إحنا هنتكلم في التعديل، لا مش صحيح. وأرجو إذا كان هذا الأمر يقتضي إن إحنا كلنا نصوت عليه اطرحوا للتصويت. لا الموضوع غير مطروح. نحن لا نناقش الآن موضوع الدستور جديد او تعديل للدستور. انا معك لان انا وجهة نظري فيما يتعلق بالدستور متفقه معك.